حكاية قديس وشهيد قصتنا النهاردة عن بإشارة الملاك جبرائيل ليواقيم وحنة بولادة العذراء مريم. كان في راجل اسمه يواقيم وزوجته اسمها حنة، كانوا عايشين في الناصرة في الجليل، وما كانش معاهم أطفال. كانوا دايما يصلوا لربنا وقريبين جدا من ربنا، وكان يواقيم رجل عطاء بيعطي المحتاجين دايما. لكن الكاهن في الوقت ده رفض ذبيحته وقال له إن أنت ما عندكش أطفال، ما ينفعش إن أنا آخد منك الذبيحة. وراح يواقيم قعد يعيط وتعب ونهار قدام الناس، وبعد كده راح طلع على الصحراء وعاش في الصحراء هناك 40 يوم. كان بيرعى الأغنام، وبرضه كان في نفس الوقت مش عايز يرجع للبيت علشان كان حزين ونفسيته تعبانة. زوجته كانت بتصلي لربنا وهو كان بيصلي لربنا طول فترة 40 يوم، وهو بيصلي لربنا ظهر له ملاك الرب وقال له أنا ملاك الرب جبرائيل، وإن ربنا سمع صلاتك وهيديك بنت اسمها مريم وهيولد منها المسيح مخلص العالم. وفرح يواقيم في الوقت ده، وبرضه راح لحنة وقال لها الملاك برضه نفس الكلام، وبرضه فرحت حنة بالكلام اللي هي سمعته من الملاك. وجه يواقيم البيت وجه يحكي لحنة عليه انه هي عرفت كل حاجة، وبعديها ب9 اشهر ربنا اداهم مريم. وبعد 3 سنين من ولادتها خدها ابوها وامها وراحوا يقدموها للهيكل، وعاشت في الهيكل وكانت دايما بتخدم في الهيكل. وكان وقتها وقت الذبائح اللي هي كانت بتذبح في الهيكل، كانت دايما بتخدم، وكانت اي اكل عندها بتديه للمحتاجين، وكانت بتاكل اكل بسيط جدا. ودي كانت حياة العذراء مريم جوه الهيكل. وبركة امنا العذراء مريم تكون معنا، وربنا المجد الدائم الى الابد، امين.